خليني احكي لكم كده حكايه تركيه سريعه بمناسبه رمضان. زمان وقت الدوله العثمانيه كانوا الاغنياء بيعملوا موائد كبيره جدا وبيعزموا الناس ان هم يجوا يفطروا في رمضان. فلما كان بيوصل للمائده اللي هي تعتبر جزء من بيته اصلا، مش اللي هو مثلا حاططها بعيد ولا كده وخلاص، كان ينزل الاكل ليهم، ولازم الاكل يكون حاجه فخمه يعني، وكانهم كانوا بيتنافسوا مين اللي هو يعمل السفره الافخم. وبعد الناس ما بتكون خلصت بقى الفطار واتكيفت واتظبطت وكل حاجه، هم ماشيين بيدوهم هديه. الهديه دي بقى اسمها ايه؟ اسمها ديش كراسر، يعني ايجار الاسنان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بما انك جيت وشرفتنا وفي نفس الوقت اديتنا ثواب من ربنا ان احنا افطرنا صائم والحاجات دي كلها، فاحنا بنديك الهديه دي عشان احنا اجرنا اسنانك منك عشان انت تاكل بيها وتدينا الثواب ده. طبعا حابب اقول في نهايه الفيديو ان في ناس بتبقى قاعده هدفها الاساسي ان هي تنتقد الشخص اللي قدامها، وفي نفس الوقت ان هي مثلا ايه، تقول له انت جبت المعلومات دي منين؟ الكذب ده مش عارف كذا والحاجات دي كلها. هكتب لكم اسم الهديه، وفي نفس الوقت بصوا على جوجل او بصوا في المصادر بتاعتكم براحتكم، وهتلاقوا القصه دي. ما بجيبش حاجه من عندي، لان والله بشوف في ناس في الكومنتات مش طبيعيه.